السلام عليكم. ديما كتسمعوا طيلة المونديال اسود الاطلس او اسد الاطلس، ولكن منين جات هذه السميه اللي تميز بها المنتخب ديالنا المغربي؟ المهم قبل ما نبداو ما تنساش زير اللايك. لنبدا. الفيديو غيجي طويل شويه، حاول تكمل حتى الاخر باش تستافد. اسد الاطلس رمز المغاربه، كيتميز على باقي سلالات الاسود بالضخامه ديالو، كيتعتبر من اكبر سلالات الاسود على الاطلاق. الوزن ديالو يقدر يوصل حتى ل 300 كيلوغرام، وكيمشي في المناطق الجبليه والغابات المرتفعه، عكس باقي السلالات الاخرى اللي كتفضل انها تعيش في السهول. اسد الاطلس عزيز عليه يعيش بشكل منفرد او يعيش وسط مجموعات كتعداش 3 الاسود حتى 4. عهد الرومان كانوا كينقلوا الاف ديال الاسود من شمال افريقيا لروما وكيحبسوهم في قفص ايام طويله بدون طعام باش يرجعوا اكثر شراسه. يطلقوهم في حلبات المصارعه في مواجهات المصارعين الرومان الاقوياء، وهذا الشيء كامل باش يفرجوا الامبراطور والشعب الروماني انذاك. وكيطلقوهم ايضا على الناس المحكومين بالاعدام. من بعد قرون من وراء الرومان، بعض ملوك انجلترا اهتموا بالاسود، بالاسد البربري، وقاموا بالتربيه ديالو كحيوان اليف وتعيشوا معاه حتى انهم ولاو كيعتبروه رمز للقوه. مؤخرا اكتشفوا علماء ثانيين جوج جماجم لاسد بربري في انجلترا، ومن بعض الدراسات تبين انه اسد بربري من شمال افريقيا. وقصه انقراض الاسد البربري كترجع لعهد الرومان، بحيث انهم قتلوا اعداد كبيره في حلبات المصارعه. تفشج الاستعمار الفرنسي، بعض المستوطنين وملاك الاراضي الفرنسيين رجعوا صيادين للاسود وقتلوا عده اسود. كانوا حتى شي مرشدين بربريين من سكان جبال الاطلس كيقوموا باتباع اثار الاسود وكيصطادوهم مقابل مكافآت ماليه. استمر الصيد المكثف لهذه السلاله حتى اصبح رؤيه اسد في جبال الاطلس جد نادره. في 1925 وعلامات طائره اللي كانت متجهه من الدار البيضاء الى عاصمه دكار السنغال، التقط واحد المصور فوتوغرافي صوره نادره لاسد بربري، يعتبر انه اخر اسد عاش في جبال الاطلس. هذه الصوره هذه كاين بعض الشهادات كتقول ان اخر اسد تقتل في المغرب كان عام 1942 احد المعابر في جبال الاطلس الرابطه بين مراكش وورزازات. الباحث البريطاني مون بلاك اللي كان مهتم بدراسه هذه السلاله كتعتبر ان اخر اسد تقتل في المغرب كان عام 1948. وشهادات اخرى من ساكنه جبال الاطلس كتقول ان اخر اسد شافوه كان عام 1965. وكاين حتى واحد الشاهد داز في برنامج امودو هاد الايامات، ولكن ما عرفناش واش القصه حقيقيه ولا لا. ولحد الان العالم كامل كيظن بلي قصه الاسد الاطلس سالات، وان هاد السلاله ما بقاتش اولا انقرضت. لكن سلطان المغرب محمد الخامس كان له راي اخر. بعد استقلال المغرب قام بانشاء حديقه الحيوانات بالرباط، وقام بنقل بعض اسود الاطلس اللي كان كيقوم بالتربيه ديالهم في حديقه بالقصر الملكي الى الحديقه اللي انشاها بالرباط. هذه الحديقه اللي كانت كيعيش فيها ازيد من 30 اسد. ومن بعض الدراسات اجريت على هذه الاسود اكد سيمون بلاك ان هذه السلاله هي سلاله نقيه 100%. هذه كانت قصه الاسد البربري او اسد الاطلس، رمز كل مغربي. لكن عندك شي سؤال وبغيتي تشارك معنا معلومه، خلي لنا تعليق اسفل الفيديو. سلام.